تخيل عقلك اللي بيشيل كل أفكارك وكل ذكرياتك وكل خططك المستقبلية فجأة بدأ يتعفن. السؤال هنا، هل عقلك بيخدمك ولا خادم لعاداتك؟ يا ماما، فين شاحن التليفون بتاعي؟ يا ربي دورت كتير مش لاقياه. يا كنت سايباه هنا انا فاكره، ولا يمكن سيبته في مكان تاني. مش فاكره. امسكي اهو الشاحن. يا واخيرا لقيتيه. فين يا ماما؟ زي ما متعود على طول بتحطيه. بس نقول ايه بقى في التركيز؟ اوف بقى، ايه الفيديو ده؟ 15 دقيقة. ايه ده؟ لا لا لا، اسكرول يا عم. ايه؟ 20؟ انا عايز فيديو دقيقة دقيقتين. ايه الرغي ده؟ هو انا كنت داخل هنا عايز ايه؟ يا رب، انا كنت داخل عايز اجيب حاجة. انا مش فاكر. للأسف المشاهد اللي لسه احنا سامعينها دلوقتي مش مجرد مشاهد تصويرية، لأ، دي بتحصل معانا في الحقيقة. والمفاجأة إن أنا واحدة منكم بمر بالحاجات دي ويمكن أكتر شوية. وللأسف اللي احنا بنمر بيه ده اسمه التعفن في الدماغ. أنا نورهان حسن، وده بودكاست لما البودكاست اللي دايما هيسمعك من غير حكم، وهدفه إنه دايما ينور لك طريقك ويقولك إيه هو الصح. ما يلا بينا. في أوقات كده بقيت بحس فيها إن دماغي مصدية أو محتاجة ضبط مصنع، غالبا يعني. بقيت بحس إن لو في حاجة محتاجة مني مجهود زيادة أو تركيز أو تفكير أكتر بقيت بمل بسرعة. لأ، أنا مش عايزة أعمل المجهود ده، أنا مش عايزة أفكر، أنا لا لا لا، أنا بقيت بحس إن أنا لأ، ببعد عن كل الحاجات دي. وده للأسف سببه لما بنقعد فترة طويلة جدا على السوشيال ميديا لساعات طويلة، دماغك بتبدأ تستهلك كتير وبتبدأ تستهلك جزء كبير جدا من دماغك. تخيل معايا كده يا عزيزي المستمع إن دماغك زي كوباية مية صافية، ومع الوقت كل سكرول على الفيسبوك أو تيك توك أو انستجرام أو سناب شات هي عبارة عن نقطة حبر بتنزل في الكوباية، نقطة ورا نقطة، لحد ما الكوباية كلها بتبقى سودة. ده بالظبط اللي بيحصل لدماغتنا ولعقولنا لما بنقعد فترة طويلة جدا على السوشيال ميديا، وده اللي احنا بنسميه تعفن الدماغ الرقمي. إدمان السوشيال ميديا مش بس إدمان وقت، ده إدمان دوبامين. أيوة، في حاجة اسمها دوبامين غالي ودوبامين رخيص. وده ازاي؟ تعال احكي لك القصة من أولها. لو رجعنا بالزمن لورا شوية في العصر الحجري هنلاقي إن مخ الإنسان زمان ما يختلفش كتير عن مخ الإنسان حاليا. يعني مخ الإنسان زمان كان متبرمج على حاجة واحدة، وهي غريزة البقاء. يعني المخ كان متصمم على إنه يركز في المهم وبس، كان أي حاجة تانية ممكن تشتت انتباهه أو ملهاش لازمة كان بيفلترها. زمان لما كان في هدف لمخ الإنسان إن هو مثلا يصطاد فريسة معينة، كان كل هدفه إنه هو يركز إن هو إزاي يصطاد الفريسة دي، وأي مخاطر تانية كانت ممكن تواجهه إزاي يقدر إن هو يحلها. فكان أول ما بيحصل على فريسته أو الهدف اللي هو كان عايز يوصله كان بيبقى مبسوط جدا، كان بيبدأ بقى هرمون الدوبامين عنده ده بيبقى مبسوط وبيزداد بقى، واللي هو عمل إنجاز. انما دلوقتي الدوبامين بقى رخيص جدا، بضغطة واحدة بس من تليفونك تقدر توصل لمرحلة السعادة اللي انت عايزها. وللأسف يا عزيزي المستمع، الدوبامين الرخيص ده بيخش في جسمنا بكميات كبيرة جدا، وده سببه ان احنا بقينا بنسكرول للوقت طويل جدا على السوشيال ميديا. كل لايك وكل كومنت وكل اشعار هو عبارة عن جرعة صغيرة بتخلي دماغك تقول
أنا عاوزة كمان، أنا عايزة تاني، ده مش كفاية. وللأسف الجيل الحالي هو الجيل الألفا، ما يعرفش أي حاجة عن الدوبامين الغالي، الدوبامين اللي يعلمنا القوة والصبر والمرونة والمجهود، ازاي نبذل مجهود عشان نوصل لهدف معين احنا عاوزينه. فطبعا هنقول طب واحنا نتعب ليه يا جماعة؟ ما احنا بيجيلنا الحاجة على طبق من ذهب، بيجيلنا السعادة واحنا قاعدين في بيتنا بنسكرول عادي على الواتساب، الفيسبوك او الانستجرام، وبكون مبسوط. اللي خليني هقوم واعمل مجهود. فللأسف ده اللي بيخليك تقعد اوقات كتير انت مش عارف انت عايز ايه ولا انت بتدور على ايه، وده اللي بيخليك توصل للتعفن الحقيقي، تعفن الدماغ، التعفن اللي بيخليك طول الوقت فاقد التركيز وعندك قلق مستمر، جلد ذات طول الوقت، والمقارنة المزيفة اللي ملهاش نهاية، المقارنة اللي بتقعد تقارن نفسك بيها بين المتابعين اللي بتتابعهم، البلوجرز، الممثلين، كل الناس دي. يعني مثلا الاقي حد بيقولك حتى كمان تطوير الذات، تخيل ان تطوير الذات بقى من الحاجات اللي بيعملوا لها تسويق علشان يقدروا ياخدوا من خلالها فلوس. تخيل يا اخي. وهيجي هنا السؤال، هتقولي ازاي يعني الفيديوهات اللي نسمعها لتطوير الذات ازاي هي دلوقتي بقت هي بتسوق وبياخدوا من خلالنا احنا فلوس وكل العباكة دي؟ بص، ببساطة جدا، اصلا هم السبب فهو اللي يخليك انك تفقد الثقة في نفسك. يعني سبب فقدان الثقة في نفسك وانك في حاجات كتير جدا انت مش موجودة فيك، هم اصلا اللي زرعوها، وقال يعني بقى هم اللي عندهم الحل اللي هو اصلا اللي عندك، اللي هم اصلا زرعوها فيك. ففكرة تطوير الذات اللي هم بيتكلموا فيها فكرة اصلا مش موجودة، هم اللي عاملين كده فينا وقال هم اللي عندهم الحل. زي بالظبط مثلا تلاقي واحد طالع بيقول لك ايه، بص يا ابني، علشان تبقى شخص معاه ملايين الملايين وانت عندك 25 سنة، انت لازم تصحى من الساعة 5 الصبح. هو طبعا الصحيان بدري ما فيهوش مشكلة، لكن ليه اصحى 5 الصبح؟ ما علينا. واول ما تصحى من النوم لازم تجيب طبق كده فيه مية وتلج وتحط وشك فيه، برضو ما اعرفش ليه يعني، بس هم بيقولوا كده. او مثلا الاقي واحد واقف يقولك علشان يبقى معاك عربية الفيراري اللي معايا او اي حاجة، انت لازم تصحى الصبح تفضل تتمرن في الجيم 20 ساعة. ما هو انت لو ما اتمرنتش في الجيم 20 ساعة مش هيبقى معاك العربية الفيراري اللي معايا اللي انا بتأجرها اصلا. فكل حاجة بقت مزيفة بيعملوها، بس هم بيوهموك ان ده هو الصح، ده اللي يخليك توصل في سن قياسي للملايين اللي معاهم، وده غلط تماما، ده كله عبث. ده لدرجة يا اخي ان هم بقى بيستخدموا الايات القرآنية يسوقوا بيها. انت متخيل وصلت بيهم لفين؟ تلاقي واحد واقف جنب العربية متأجرها تقريبا وفارد عضلاته وكاتب لك آية قرآنية ويقول لك عشان توصل اللي أنا فيه دوت، وحاطط آية وكاتب أي كلمتين، وأشك إن هو جايبهم أصلا من شات جي بي تي، بس أهو أي كلمتين ياخد عليهم كام لايك وكام كومنت. أو مثلا واحد قاعد حاطط او يعني بيشرب سيجار وبرضه كاتب آية قرآنية، وشفت كذا بوست من الحاجات دي وكاتب لك آية قرآنية. طب ليه العبث؟ ليه العبث بعقول الشباب بالطريقة دي؟ ليه وصلت بيكم انك تجيبوا آيات قرآنية وتتكلموا عنها بالطريقة دي؟ عايزه اقول لكم ان كل الكلام ده غلط. مفيش حد بيقول لك انا 25 سنه انت لما وصلتش بعد 25 سنه انت كده خلاص، لا. انا عايزه اقول لك ان زمان ما كانش في حاجه اسمها جامعه، كان هم اخرهم بكالوريا. حلو. فكان اصلا الولد بيتخرج وهو عنده 18 سنه، فهوب بقى جاب شغل، هوب اتجوز خلاص. فتلاقي اصلا هو تمام عنده 25 سنة هو عنده اسرة وعيلة وعنده شغله. انما حاليا في الوقت الحالي احنا اصلا بنتخرج واحنا عندنا 22 سنة او 23 سنة في بعض الكليات، لكن وعقبال طبعا ما اخلص فترة الجيش بتاعتي وعقبال ما الاقي شغل، ومعروف ان فترة العشرينات دي فترة تنقلات لحد ما الاقي حاجة اثبت فيها والاقي فيها نفسي. فمستحيل ان انا في سن 25 سنة اكون معايا كل الملايين دي، او حتى سن 30 سنة. انت بتتكلم بتقول ايه؟ فما تخليوش كل الناس دي اللي انتوا بتتابعوها توهم دماغكم على الفاضي وتديكوا الدوبامين اللي بيقعد فترة قليلة
دوبامين السعاده اللي هو انا خلاص شفت الفيديو ده، انا دلوقتي هقوم اكسر الدنيا، وفي الاخر ترجع تاني تقعد على تليفونك وعلى سريرك وما بتعملش اي حاجه. هو بس مجرد دوبامين سعاده بيجي لمجرد لحظات وبعدين بيمشي. فما تخليش نفسك مجرد اداه لغيرك ان هو يستخدمها. يعني مثلا انا دلوقتي قدرت ان انا اخليك تقعد تسمع البودكاست بتاعي، فانا دلوقتي قدرت اتحكم فيك، ما بالك بقى لو انا عندي شويه معلومات عنك، ده انا اقدر اتحكم في حياتك كلها. وعلشان كده للأسف بنلاقي طول الوقت نفسنا مش مركزين، مخنوقين، متعصبين، مش عارفين نشتغل ولا عارفين نذاكر. انا حاسه ان شويه وهيجيلنا زهايمر اصلا. كل ده بسبب ان احنا بقينا مركزين اكتر على حياه غيرنا، وبقينا بنقعد لساعات طويله اكتر على السوشيال ميديا. فجاه هتلاقي ان دماغك اتحولت لزحمه سيلفرات مليانه اشعارات. اسمع مني. طيب المفروض اعمل ايه يا نورهان؟ الخطوات بسيطة جدا، بس لو هنعملها صح. ربنا أنعم علينا بحاجة اسمها المرونة العصبية، يعني إن دماغك بيتأقلم على الحاجة اللي بتحط فيها أو على المكان اللي هو بيتحط فيه. وهتقولي طيب في سؤال المفروض إن احنا نسأله، ايه اللي بيخلينا إن احنا نفهم الحاجة دي أو الشغل ده أو نفهم المذاكرة دي؟ التكرار. التكرار هو اللي بيخلينا نتعلم الحاجة أو نفهم الحاجة. فدماغك محتاجة انك ترجع تعيدها من اول وجديد تاني. الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده مش هياخد منك يوم ولا يومين ولا اسبوع، لا، الموضوع هياخد منك وقت طويل في انك تعيد دماغك وانك تفلترها من اول وانك تعمل انتعاش لدماغك تاني من الاول. بس لازم تمشي فعلا على الخطوات دي. اول حاجة انك تعمل ديتوكس للسوشيال ميديا، يعني خصص كده يوم او ساعتين في اليوم حتى من غير اي ابليكيشن، اقعد كده من غير اي حاجة تمسكها. بدل الاستهلاك بالانتاج، يعني ابدأ اكتب فكرة، اقرأ كتاب، مش هقولك اقرأ 100 صفحة او 200، لا يا سيدي هخليهم 20-30 صفحة. اعمل رياضة، انزل جيم او حتى انزل اتمشى، ارسم، اعمل اي حاجة. فلتر الناس اللي بتتابعهم، فلتر الناس اللي بتتابعهم، تابع بس اللي بيديك طاقة، وابعد عن اي حاجة بتسحب طاقتك، ابعد عن اي حاجة بتشتت انتباهك، لا. واخيرا دماغك مش سلة مهملات ومش شاشة اعلانات، دماغك محتاجة تتنفس، تخلق وتفكر. السوشيال ميديا أداة، يا اما تخلي دماغك تنتج وتتعلم، يا اما تسيبها تقتل عقلك بالتدريج. القرار في ايدك انت.